16 يوليو 1945 من أهم الأيام في تاريخ أمريكا، وافتكر اليوم ده كويس. تخيل إن بعد 80 سنة من تغيير القنابل الذرية لمستقبل العالم ما اتعملناش أي فيلم أو مسلسل بيحكي عن واحد من أهم الشخصيات في تاريخ أمريكا. لأول مرة هنشوف فيلم عن شخصية مهمة في ملحمة سينمائية من إخراج كريستوفر نولان. أمريكا أول مرة فجرت قنبلة ذرية كان في صحراء نيو مكسيكو في تاريخ 16 يوليو 1945. مشروع منهاتن زي ما تسمى، وكان هدفه تأكيد إمكانية نجاح انفجار قنبلة نووية، وإنهم يعرفوا التأثير الفعلي واللي ممكن يحصل بسبب القنبلة، وده طبعا قبل ما يستخدموه في الحرب ضد اليابان. بس هل أينشتاين كان ليه علاقة بالموضوع؟ خصوصا إن هو كان صديق للراجل المسؤول عن المشروع ده، جي روبرت اوبنهايمر. فهكلمكم في الحتة دي لما نوصل لها في الفيديو. وعايز أقول لكم إن الحد اللي حصل لهيروشيما وناكازاكي فبرضه أمريكا ما كانوش قادرين يعرفوا إزاي الانفجار ده بيحصل وتأثيره عامل إزاي بالظبط. أمريكا وقتها ابتدت حرب بعنوان مين اكتر واحد هيحمي نفسه بالاسلحه النوويه. اهلا بيكم في فيديو جديد وكل حاجه محتاج تعرفها قبل ما تتفرج على الفيلم المنتظر اوبنهايمر. فلو دي اول مره تشوفني قبل اي حاجه كده انزل اعمل لايك للفيديو. لو حابب ان انت تشوفني تاني اشترك في القناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه. القناه خلاص وصلت 50,000 سبسكرايبر، فحابب اشكركم يعني، واتمنى ان في المستقبل المحتوى يكون افضل. كل اللي حصل من حروب وانفجارات ومعارك بالاسلحه النوويه كان سببها راجل واحد بس، جي روبرت اوبنهايمر، اللي كان حاضر مع اول اختبار لسلاح نووي في التاريخ. نوصل لسنة 2023 مع المخرج كريستوفر نولان، اللي قدم لنا أعمال أقل ما يقال عنها إن هي أعمال عظيمة: انترستيلر، باتمان ذا دارك نايت، انسبشن، ذا برستيج، دانكيرك، ميمنتو، وأجدد أفلامه اللي نزل بيها في سنة 2020 هو فيلم تينت، واللي عجبني برضه بالمناسبة. كريستوفر نولان بيقدم لنا قصة الراجل المؤثر في تاريخ البشرية على شكل فيلم متوقع له إن هو هيكون من الأفضل في العقد الحالي، إلا لو فيلم باربي كان ليه رأي تاني. مدة فيلم اوبنهايمر هي الأطول من بين كل افلام نولان، فده يقلق شويه. هل رتم الاحداث هيكون سريع ولا بطيء؟ مات ديمون من ابطال الفيلم قال مع ان الفيلم مدته طويله الا ان الاحداث سريعه بشكل هيخليك قاعد تتفرج ومش هتحس بطول الفيلم ابدا. يوم 21/7 هو اليوم المنتظر لنزول الفيلم بشكل رسمي في السينمات، واللي هينافس فيه واحد من اكتر الافلام المنتظره برضه، وما تسالنيش ازاي، فيلم باربي. تخيل ان في فيلم بيتكلم عن اكتر راجل مؤثر في تاريخ البشريه وفيلم باربي بنفسه. هو الصراحه لو باربي ده تفوق عليه في الايرادات او في اي حاجه فاحنا لازم ناخد بالنا عشان العالم رايح بينا لحته صعبه. بس لو مخرج الفيلم ما كانش كريستوفر نولان انا ممكن كنت اقلق، بس نولان عنده قاعده جماهيريه كبيره وثقه من الناس اللي شافوا له اعمال قبل كده، عارفين جوده العمل اللي هم هيدفعوا فلوس عشان يخشوا يتفرجوا عليه. ولو هتسالني يعني فانا اكيد مفيش فيلم لنولان الا وشفته. فيلم اوبنهايمر مستلهم من كتاب امريكان بروميثيوس، مأساة جي روبرت اوبنهايمر. على حسب وصف كيليان ميرفي لما كان في لقاء اتكلم عن ان الفيلم مهتم اكتر بالراجل ده، ايه اللي هو عمله وازاي قدر يخترع شيء زي ده، الصراع الداخلي اللي حصل بينه وبين نفسه اثر على حياته ازاي وعلى شخصيته. على حسب كلامه فالفيلم مش هيركز مثلا على التقنيه المستخدمه في صناعه الاسلحه النوويه او ازاي بيحصل الانفجار. يعني تخيل كده لما ممثل زي كيليان ميرفي يتحط في تحدي انه يجسد طريقه التفكير والمعاناه والصراع النفسي لشخصيه تعتبر هي من الاهم في تاريخ امريكا كله. انا من زمان بصراحه ما كنتش متحمس للدرجه دي ان انا اخش اتفرج على فيلم في السينما. الفيلم فيه كميه ممثلين، يعني انا مش هبقى ببالغ لو قلت لكم ان كل ممثل منهم يشيل فيلم تاني لوحده. الشخصيه المحوريه للفيلم بيقوم بيها كيليان ميرفي في دور روبرت اوبنهايمر، وطبعا شفنا كيليان ميرفي قبل كده كتير مع كريستوفر نولان، وهنشوف زوجته في الفيلم هيقوم بدورها ايميلي بلانت. وكمان معانا فلورنس بيوغ اللي شفناها في افلام قبل كده زي ميد سمر وبلاك ويدو، والمفروض ان هي في الفيلم على علاقه مع اوبنهايمر. وكمان معانا مات ديمون اللي بنشوفه في دور عسكري هو المدير على مشروع منهاتن، وكان بدايه المشروع ده زي ما قلت لكم في اول الفيديو 16 يوليو 1945. ولسه ما خلصناش الكاست. ايرون مان بنفسه روبرت داوني جونيور برضه معانا في الفيلم، هيلعب دور شخص مختص في تطوير الاسلحه النوويه. انا عايز اتخيل مثلا لما حد يجي يتكلم عن الاداء التمثيلي في الفيلم، يعني مفيش ممثل منهم بيخيب املك. طبعا دي مش قاعده يعني، بس في الغالب من اعمالهم قبل كده وتاريخهم، خصوصا انه مش مجرد فيلم. انا عايز اقول لكم ان الفيلم ده تحديدا هينقذ هوليوود دلوقتي مليانه مشاكل، ناس مش عايزه تشتغل وتوجهات في حتت تانية وحاجه اخر معاناه يعني. فالفيلم ده لو نجح هيكون جاي في وقت. ومعلش يا جماعه غيرت النضاره، حاسس ان انا مستريح في النضاره دي اكتر. ممكن تبقوا تقولوا لي رايكم في الموضوع ده عشان انا حرفيا قبل كل فيديو بعاني اصور بالنضاره التانية ولا بالنضاره دي. فلو انت مش مكسل بقول لي رايك. ولسه معانا ناس تانية في الفيلم زي بيني صفدي مخرج فيلم ادم ساندلر انكل جيمس، وكمان معانا رامي مالك اللي هيقوم بدور عالم مشارك في مشروع منهاتن، وكمان ممثلين تانيين شفناهم قبل كده زي ديفيد ديشمولن اللي كان في فيلم ذا دارك نايت، ومعاه جوش هارنت وجاك كويد اللي عارفينه من مسلسل ذا بويز، واخرهم وهو الممثل جاري اولدمان. وكمان انتشرت اشاعات وقت تصوير الفيلم ان كيسي افليك
كوبريك موجود في الكاست. بكل ثقه اقدر اقول ان فيلم اوبنهايمر هو اكتر فيلم لكريستوفر نولان ممتلئ بنجوم الصف الاول. ومش بس كده، ده حتى نجوم الصف الثاني مؤثرين ويعني تم اختيارهم بذكاء. التحدي اللي لازم تعرفه، ده كلام من كريستوفر نولان نفسه، ان هو شاف طريقه تانية هينفذ بيها الفيلم، وهو عدم استخدام مؤثرات بصريه بالشكل اللي ممكن تسهل عليه حاجات كتير، زي الانفجارات في الفيلم هي فعلا حصلت وحقيقيه، ده غير الدراسات اللي عملها عن فيزياء الكم وميكانيكيه القنابل. وده من اسباب نجاح نولان عامه في افلامه، ان هو بيهتم شويه بالجانب العلمي قبل ما يصور الفيلم. مش بقول لك يعني ان انت تتعلم منه القوانين في الافلام بتاعته، بس مش هتلاقي الاحداث ضد المنطق والواقع بنسبه كبيره، حتى لو في حاجه عليها اختلاف فهتلاقيه كده راح لقانون ضعيف شويه بس هو قانون موجود. كريستوفر نولان في تحدي قدام ناس كتير ان هو يثبت ليهم ان هو مش مخرج السي جي اي، مش ده سبب نجاحه، لا، معالجته الفنيه للقصه هي السبب الحقيقي، ومليان مميزات تانية يعني، بس احنا بنتكلم على فيلم اوبنهايمر، فخلينا نركز ويبقى لك فيديو تاني لوحدك يا عم نولان عشان تجربه مشاهده افضل واكثر تميزا. يعني نولان قرر ان هو يصور الفيلم بتقنيه اي ماكس 70 مللي. هتقول لي طب ايه الفرق في التقنيه دي؟ هقول لك ومش هدخلك في تفاصيل كتير. كاميرات الاي ماكس بتوفر لك مشاهد اعرض من غيرها، بيكون فيها تفاصيل اكتر، الوانها بتكون دقيقه بنسبه كبيره، وكمان الوضوح والجوده بشكل عام بتكون احسن. المخرج عايز يفرجك على الفيلم كانك كنت معاهم في اللوكيشن، بتشوف المشاهد دي بعينك مش من خلال عدسه. اول مره كريستوفر نولان استخدم الاي ماكس كان في الجزء الثاني من ثلاثيه باتمان اللي عملها، وده يخلينا نقول ان السينماتوجرافي في الفيلم ده هتكون من الافضل في اعمال نولان، وخصوصا ان دي اول مره يصوروا مشاهد بالابيض والاسود بتقنيه الاي ماكس. وعلى وصف كريستوفر نولان يعني فالنتائج كانت مبهره. وده يخلينا نروح لحاجه تانية كده ناس كتير خايفه منها، ايه هي صحه الاحداث في الفيلم. ده مش اول عمل تاريخي لنولان، شفناه في 2017 في فيلم عن الحرب العالميه الثانيه وهو دانكر، وساعتها النقاد اشادوا بنولان لان هو كان بيحاول يركز على تفاصيل صغيره، وبرضه نقاد تانية قالوا ان كان في مشاهد مختلفه عن السياق التاريخي الحقيقي، فكان في كلام بين النقاد دول والنقاد دول. بس خلينا يعني في اوبنهايمر، زي ما قلت لكم الفيلم ده تركيزه مش على القصه وحقيقتها على قد ما هو على الشخصيات، وده هيسهل على نولان ان هو مش هيكون في تحدي ما بين ان هو يحكي القصه بكل تفاصيلها التاريخيه ولا يحكي الاحداث الاهم ونشوف كل شخصيه عملت ايه بالظبط. اوبنهايمر مات بسبب سرطان الحلق وكان مدخن درجه اولى. في 1966 في مقاله انتشرت عن علاقه اوبنهايمر باينشتاين، والاثنين طبعا من اشهر علماء الفيزياء في التاريخ. الاثنين كانوا زملاء واصدقاء مش مقربين لحد اخر حياه اينشتاين، واخر كام سنه تحديدا كانوا قريبين من بعض، بس مفيش تفاصيل كتير عن علاقتهم ببعض، بس احنا هنشوف اينشتاين في الفيلم. وطبعا من الاعلان فاحنا شفنا كام مشهد ظهر فيهم اينشتاين. مشروع مانهاتن كان من اكتر المشاريع سريه في امريكا، وبسبب دعم المشروع من كندا والمملكه المتحده فضل مكمل من 1942 ل 1946. ومع ان قصه الفيلم هتكون داخله مع اجواء الحرب العالميه، الا ان اكتر من مصدر اكد ان الفيلم مش هيكون فيه اي حروب، وانا عن نفسي شايف ده احسن بصراحه. بدل ما كنا هندخل بقى في قصص وحروب، لا خلينا نركز على الشخصيه الاهم ونعرف بقى حكايه الراجل اللي اخترع الاسلحه الاخطر في التاريخ. وبالمناسبه دي مش اول مره نولان يحكي عن سلاح نووي. في فيلم باتمان ذا دارك نايت رايزز كانت الشخصيه اللي بيقوم بيها توم هاردي لو فاكرينه كان اسمه بن، كان بيصنع سلاح نووي تحت الارض ومخبيه لحد ما باتمان لقى السلاح وفجره في البحر. من اول فيلم انترستيلر ونولان قرر تقريبا ان هو ينزل فيلم كل 3 سنين، انترستيلر وبعديه دانكيرك وبعديه تينت، ووصلنا ل 2023 وفيلم اوبنهايمر. بس لحد دلوقتي احنا ما نعرفش عن العمل اللي جاي بعد اوبنهايمر لكريستوفر نولان. توقعي يعني ان هو ممكن يكون مسلسل، لان ده التوجه اللي بيحصل، واغلب المخرجين دلوقتي بداوا ان هم يشتغلوا على مسلسلات. وكوينتين تارانتينو فعلا اعلن عن مسلسل ليه قريب من 8 حلقات تقريبا، فما اعرفش هل تارانتينو لوحده اللي هياخد الخطوه دي ولا باقي المخرجين الكبار هيعملوا نفس الموضوع. بس بعيدا عن كل ده انا متوقع ان فيلم اوبنهايمر هيكون هو بقى المعنى الحقيقي للسينما، حكايه مثيره للاهتمام بلمسات نولان السحريه. انا متحمس بصراحه للفيلم ده، وعندي سؤال ليك، تتوقعوا كده مين هينجح اكتر في السينمات، فيلم اوبنهايمر ولا باربي؟ وبكده مش باقي غير حاجه واحده بس في الفيديو، تقول لي افضل فيلم شفته لكريستوفر نولان. مستني رايكم تحت في كومنت، خلونا نتناقش. وده كان كل اللي في الفيديو النهارده، وكل المعلومات اللي محتاج تعرفها قبل ما تتفرج على فيلم اوبنهايمر. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو لان ده فعلا بيفرق جدا وبيساعد. ولو دي اول مره تشوفني وحابب ان انت تشوفني تاني، اشترك في القناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه. انا علاء اسماعيل نون از موفي هاسلر، موجود على منصات تانية زي التيك توك والانستجرام والفيسبوك، بنزل محتوى بشكل يومي، محتوى حلو وبسمسم يعني. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام. انا مبسوط يا جماعه ان انا وصلت 50,000. تفتكروا ال 100,000 هوصل لها امتى؟ انا متحمس بصراحه.